هنعمل سوا مع بعض اختبار الكوباية اللي بيوضح ان الزبدة دي مغشوشة او اصلية. طبعا الاختبار ده اكتر اختبار بيوضح الزبدة دي مغشوشة ولا اصلي. طيب انا دلوقتي بره وبشتريها وما عنديش امكانية ان اعمل اختبار الكوباية. قبل ما نعمل اختبار الكوباية هقولك ازاي تعرفي وانتي بتشتريها. بص انا هنا قطعتها بالمعلقة طلعت معايا مرملة. يعني ايه؟ هتشوفي الفرق دلوقتي لما اقطعها في المغشوشه. دي بردك سمنه بلدي بس دي صفرة ودي بيضه. بصي مرمله ازاي. هرفعها بردك واوريها لك اكتر. دي المغشوشه. المغشوشه دي بصي هتطلع معاكي عامله ازاي، ملساء خالص ما فيهاش اي ترميله. بصي كانك قطعاها بسكينه، ما فيهاش ترميل نهائي. هرفعها بردك واوريها لك اوضح. بصي ثانيه انا هرفعها دلوقتي. بصي منظرها عامل ازاي، مرملة كده من جوه. التانية مش هتعمل الترميلة دي نهائي مهما قطعتيها. طحها تاني قدامكم، مش هتعمل الترميلة دي نهائي. بصي مفيش اي ترميل فيها نهائي. دي نعرفها واحنا بنشتريها. طبعا غير الطعم، انا بقولك على التجربة ديت للناس اللي مش هتعرف قوي بردك في الطعم. شايفة؟ بصي دي زبدة بلدي بيضة ودي زبدة بلدي صفرا. وطبعا واخدين بالكم ان الزبده البلدي صفرا ما بتبقاش لونها اصفر قوي. بصي المغشوشه بتبقى لونها اصفر داكن ازاي، انما البلدي بتبقى قريبه شويه من البيضه. تمام؟ دي بردك حاجه تاخدي بالك منها. هنعمل بقى اختبار الكوبايه، وده اكتر اختبار يوضح لك ان الزبده دي مغشوشه ولا لا. حطينا ميه مغليه، ملينا 3/4 كوبايه كده ميه مغليه، وهنحط في كل كوباية معلقة من الزبدة. نجيب معلقتين كده نضاف. هنحط من الزبدة البلدي، زبدة بلدي صفرة. شايفين صفرها عامل ازاي كمان؟ بس خلي بالك ان ممكن برضك يغشوها ويدوها لك لونها شبيه لده، فلازم تعملي الاختبارات ديت عشان تتاكدي انها مغشوشه ولا لا. دي المغشوشه. خدي بقى بالك من اللي هيحصل. هنقلب الاتنين كويس جدا وندوبهم خالص في الميه. هتلاقي السمنة البلدي الأصلية عكرت المية بلون اللبن، لون أبيض كده. أما المغشوشة مش هتعمل أي تعكير في اللبن نهائي. الاتنين هيطلعوا، الزبدة هتطلع على الوش، ولكن دي هتسيب المية لونها صافي ودي هتسيب المية معكرة باللون الأبيض لون اللبن. بصي أنا هرفعهم دلوقتي وهوريكي المنظر. دوبهم كويس. بصي حتى وانا برفع المعلقة باين يعني. بصي المية معكرة ابيض ازاي، ده اثر اللبن فيها. التانية ما ينفعش تمتص اثر اللبن حتى لو حاولوا يعملوا كده. بصي مية صافية ما فيهاش اي تعكير نهائي، واخده بالك؟ دي اكتر بقى تجربة بتعرفك فعلا ان السمنة اصلية. لو حد جايبها لك مثلا اونلاين في البيت وهتعملها اختبار، هتعملي الاختبار ده. لو انت بره وهتجيبيها من مش متاح ليكي ان انت تعملي التجربة دي، تشوفي موضوع الترميلة دي وكمان تحطيها في بقك كده. ديت اللي هي المغشوشة بتعمل دهننة كده في البق. اما اللي هي الاصلية مفيش اي دهننة في البق نهائي هتطلع معاكي. هنا بقى واحنا بنسيحها كمان هوريكي لونها هيبقى عامل ازاي. لونها في التسيح، السمنة البلدي بتكون لونها مغدر شوية بعد ما تسيح اللي هي البيضة، والسمنة البلدي الصفرة بتبقى لونها ذهبي، ذهبي فاتح جدا. هنا المرحلة الأولى. وبعدين كمان هوريكي الريم اللي هيطلع منها، ريم اللبن بيطلع منها ريم لبن كده كتير بيغطي السطح خالص. وبعد كده بقى بصي بصي من تحت لونها مغدر ازاي. دي السمنة البلدي البيضة، ده الريم اللي بيطلع. وبعد كده بنعرف ازاي انها استوت اول ما الريم ده ينزل لتحت في الغلوة الاولى. اوعي تستني الغلوة التانية عشان الغلوة التانية هتتحرق منك. يعني هي هتلاقيها بتغلي وتفور كده، ويبتدي بقى ايه المرطة تاخد لون غامق شوية. ما تستنيش لما تفور الفورة التانية علشان ما تتحرقش منك. تمام كده؟ خلصت معانا. دي بقى السمنة البلدي الصفرة، برضه خدت الغلوة الاولى والريم نزل تحت. بصي بقى لونها عامل ازاي.
شايفة الزبدة الأصلية لما بتتسيح السمنة بتاعتها بتبقى لونها ليموني كده شوية، زي ما انتوا شايفين المنظر. غير طبعا ريحتها، بس عايزة اقول لكم المغشوشة بيحطوا لها طبعا مكسبات طعم ولون، فبتديكي بردك ريحة السمنة البلدي، بس عمرها ما هتديكي اللون ده على فكرة. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وكومنت وشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم.